انت بتطلعي يعني الحمد لله. احنا بنطلع مسلمين ازاي؟ واحد يقول لك بالوراثه. الحمد لله ان احنا طالعين بالوراثه. يعني ايه بالوراثه؟ ان ابويا وامي مش في الجين قانوني حقنه فطلعت مسلم. احنا والا كل الناس بالمعنى اللي الناس بتقوله بالوراثه، لا، كل من على وجه الارض هم مسلمين بالفطره اللي هي الوراثه. ليه؟ لان احنا كلنا نسل ادم، ونسل ادم كله مقر في الميثاق الفطره ان احنا كلنا نقر بتوحيد الصانع اذا يعني تفكرنا في الخلق وكذا. لكن الشاهد الفكره في ايه؟ ان هو انا وابويا وامي في ال5 سنين ال6 سنين في حياتي الاولى حسسوني ان في قوه غيبيه وان في اله انا بتعبد له. يعني انا بنتي لما انا مثلا يومنا وندى لما بيشوفنا انا وامهم بنصلي، يبقى بيعملوا ايه دول؟ هو بعد فتره هو بيؤدي حركات، بعد كده بيقول لك ايه؟ هو ايه فكره الله اللي بتتقال كتير دي؟ بسم الله والحمد لله والله اكبر واذكار واستغفار وشكر النعم وبتاع. يبقى ايه؟ وبعد كده هو بيحبك، انت بتدي له حب وحنان وعاطفه وبتاع، وبعد كده تقول له ايه؟ ده ربنا اللي مدينا كذا. هو بيحبك عشان انت بتغذوه بالنعم، عمال تديله نعم وبتاع، بتقول له ده ربنا بقى اللي مدينا انا ومديك انت ومدي للعالم دول كل هذه النعم كل هذه ايه اللي انا بعمله كده؟ هو اصلا كده بيزرع فيه كده بيزرع في قلبه الايمان اصلا. مش كده سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك كنا ونحن شبان حزوير كنا نؤتى الايمان قبل القران فاذا اوتينا القران ازددنا به ايمانا. الانسان بيكتسب الايمان الاول، وبعد كده بتيجي الايات والنذر الخطاب نفسه سواء القران او السنه عشان يستكمل ده. لكن الطفل اللي بيتعود على ان ده خطا وده حلال وده حرام ومش عارف ايه، هو ده بيقر فيه الايمان. عشان كده المفروض الناس بتصوغ الايمان كله في سلوكيات الايمان. عشان كده احنا دايما بنقول اللي ما علمش ابنه يقول له شكرا الواد ده هيطلع جاحد ليك ولله عز وجل. ليه؟ لو تعود انت تديله الحاجه وما بيقولش شكرا. عشان كده رب العزه قال ايه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لو انت ما تعودتش ان انت تحس ان انت يجب ان تتجه بالشكر والشكر القلبي ان فلان اسدى ليك معروف، مش هتعرف تشكر ربنا. ان انت تحب ابوك وامك حب عميم بسبب ان هم فقط، حتى ولو واحد يقول لك بس انا ما ربونيش كويس، ما علمونيش احسن حاجه، ان هم فقط طلعوك حافظوا على سواءك البدني، اكلوك وشربوك ورضعوك واستحملوا قرفك وانت صغير، كل ده قدر. عشان كده رب العزه ما من موضع في القران يذكر فيه الوالدين الا ما يقرنه بالتوحيد على طول. ليه؟ لو انت مش قادر تميز هذه الصوره من شكر النعم الفجه، الصوره الفجه دي ما فيش اي صوره ثانيه تقنعك. عشان كده معظم الكلام عن صفات الله عز وجل لما يعني اقصى حاجه في اللغه هو ده اللي احنا بنقدر نفهم بها صفات الله عز وجل، والا كنه الله عز وجل ذات الله عز وجل لا يعني لا يعلمها الا الله عز وجل. فرب العزه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ عارف رحمه امك؟ فالله عز وجل ارحم من امك. وطبعا مفيش مقارنه، بس انا هقول لك ايه، انت كبني ادم اضرب لك مثال بايه؟ يعني انت لو شفت نفسك في الكون مع لغتك مع تصوراتك عن الكون حاجه بسيطه جدا، فالحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك ايه؟ شفت الحب المطلق ده؟ الله امك لو حاسبتك يوم القيامه في حاجه ارحم من كده، هي امك اللي هتحاسبك فعلا. الله عز وجل ارحم من ذلك، وهكذا. ليه؟ طب تخيل ده واحد يقول لك ايه؟ في واحد لو قلت له كده في الدنيا يقول لك يا لهوي يبقى هنهلك. ليه؟ انت امك شكلها ايه؟ هو مش سوي. فعلا عشان كده في ناس كتير جدا يقول لك ايه سبب الالحاد؟ امه. ايه الحاد؟ ايوه، ما انا بقول لك اهو. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان هو الفتره الاولى دي اللي بيزرع فيها الاشياء ده اب وام. جيفري لانج اللي احنا ضربنا بيه مثال ده سبب الحاده ايه؟ ابوه اللي هي معضله الشر. امه خيره جدا ودينه عن النصرانيه على دينها. فدي انت شايفه انت بتعبدي مين؟ القوى المطلقه الخيره العادله اللي هي ما بتحبش الظلم وبتاع. طب اهو ابوه سكير وحقير وبيضربها وبتاع مش عارف ايه. طب ايه ده عالم منكوس مع متشقلب. دي المؤمنه. طب وفين الاله؟ طب هو ما بيتدخلش ليه؟ وايه الشر المحض اللي في ابوه ده؟ مش قادر يفهم النموذج ده، فالحق قعد كده على طول لغايه فين؟ في الاخر خالص عرض عليه طريقه الفهم معضله الشر. لما قرأ سوره مستهل سوره البقره وخلق ادم من الملائكه، اول حاجه قالت رب العزه قبل ما يخلق ادم قال لهم انا هخلق حاجه على الوصف كذا بالعلم اللي عند الملائكه العلم السابق بانه في جن وكذا وهيئه، فقالوا له ده هيفسد في الارض ويسفك الدماء كده، عارفين. فهو جيفري لانج اتخض
اللي هو ايه ده الخطاب القراني بسم الله الرحمن الرحيم. مشكله الشر قبل ما يوجد البني ادم ان احنا جايين شريرين، معانا شر خلاص، ومعانا حاجه تانية لم تعلمها الملائكه. معانا القدره بتاعت الاراده الحره على توحيد الله عز وجل والاذعان له والاستسلام له طواعيه. دي بقى اللي الملائكه ما كانتش قادره تتصورها، ان في حد يبقى موحد بلا اكراه وعنده شهوه ويعبد الله عز وجل، وعنده شهوه ويستغفر الله عز وجل، وعنده شهوه ويجاهد في سبيل الله ويزهق نفسه في سبيل الله عز وجل. هو ده اللي الملائكه، هو ده الجانب المدهش في البني ادم. لكن هو فعلا مدهش، مدهش البني ادم ان هو يخرج عن ما نشأ في كنفه من كفر او ايمان او الحاد او كذا او حتى من سلوك. ده غريب بيحصل، بس ده الاستثناء. يعني انا اصلا ليا صاحبتي سنها صغير وعيلتها ملحده وهي اجنبيه. ما عشان كده احنا ده بنقول ده اكتر حاجه بتوضح الجانب صدق تصور المسلمين عن الاخلاق، اللي هو الجانب الوهبي والكسبي. فاحنا بنقول في جزء كسبي فعلا الناس اكتسبته من البيئه، وفي جزء وهبي ان الله عز وجل رزقه قلب مصدق اداله كده. عشان كده واحد يقول لك ايه، طب وفي ناس يقول لك ان الله عز وجل كان يعلم بما كانوا يصنعون. هيعرف الله عز وجل يعلم ما كان يقع منه وهم لسه ما عملوش، ده هم ماتوا. فيقول لك طب ده الله عز وجل يعلم الاشياء كيف كانت لو وقعت، يعني خلاص ده